السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا لا بيوري بالدجاج. واش نقول لكم، دجاج محمر يشهي اون ديغي شريتوه من البرا، ولا بيوري مع واحد الطريقه بزاف سبيسيال. تبعوا للاخير تعرفوا. اللي حبت تعرف المقادير وطريقه التحضير تبع الفيديو حتى الاخير. هنا في ريسيبيون نديرو بواطه تاع ياغورت ناتور، نزيد لها مغرفه صغيره ونص نتاع راس الحانوت، ونزيد نص مغرفة تاع كركم، ونزيدو مغرفة ونص تاع خلطة الدجاج، ونزيدو مغرفة تاع كوري راح يمدلنا الذوق وبنة. نزيدو مغرفة صغيرة تاع طوماط كونسونطري، طماطم مصبرة، وندير زوج مغارف صغار نتاع خل، واللي عندها القارص خير وخير، يعني دير القارص احسن. ما ننساش الملح، ونديرو فنجال نتاع زيت الزيتون هنا درت، ونزيدو هنايا زوج فصوص تاع توم، ونكونوا تحصلنا على تتبيلة البنة. واش نقولكم، هذه لازم تعتمدوها قا حياتكم. نجيبوا الدجاج اللي عندنا نثقبوه هكا باش لا ماريناد هذيك كامل تدخل. كما راكم تشوفوا نغرسوا الموس بيان. ودوكا هكا نوزعوها كامل، ونخلوها تريح شويه قيس ما تتشرب. هنا بعد ما ريحت ما خليتوش بزاف يريح، واحد نص ساعه هذا ما كان. ونجيبوا هادو الاكياس سبيسيال للفوغ، ماشي غاليين بزاف وبزاف براتيك. نحو ساشي نخدمو به، وهذا الغلاق يجي معاها يعني سلك باش نقدروا نربطوه. نجيبو بلا هكا تاع فوغ، ونحطو كامل الدجاج اللي عندي، كيما هنا دو بريفيرونس نزيد ساشي واحد اخر خير. باش ندير الكميه اللي قعدت تاع الدجاج. هنا ندير شويه في كل ساشي، ندير شويه من هذيك لاصوص اللي قعدت، التتبيله اللي قعدت. نروح ندير الماء في هذاك الغيسيبيون، نديرو كاس ما كيما شفتو، ونفرغ في كل ساشي شويه بلا ما نقيس الدجاج، يعني جوست من الفتحه نفرغ هكذا باش هذاك الماء يروح على الاطراف برك، ما يقص الدجاج وينحيلوه لا ماريناد. نقفلو مليح كيما كنتو تشوفوا. فوالا، ومن بعد انا نقطعهم هكذا كيما كنتو تشوفوا، ما نثقبوش باسكو هذيك العفسه تاع تثقبيه وديري فيه ثقوب راح لو بلا يتوسخ كامل. دو بريفيرونس نديرو هكا يتنفس الساشي بلا ما نسخو الحاله. وندخل الدجاج تاعي يطيب الفوغ مسخن على 200 درجه ولا اقصى درجه، كل وحده والفوغ تاعها. نروحو لا بيوري كيما كنتو تشوفوا. قطعت هنا حبيبات تاع بطاطا ودرت لهم الماء. هنا ندير لهم سنينات ثوم، هذا ما كان لازم، وشويه ملح. نغطي المرميطه تاعي ونديها للنار حتى تطيب البطاطا، تطيب مليح. وهنا بعد ما طابت البطاطا معانا
ندير لها فورماج عادي بورسيون. الحبيبات اللي عندك حطيهم، نزيد لها مغرفة كبيرة نتاع مارغرين ونخلط كامل هذا الخليط بالباتور. كيما راكم تشوفوا حندير لا بيوري بلا ما نستخدم الحليب. هذه طريقة اللي ما يحبوش الحليب في لا بيوري وتجي خير متاع الحليب. واش نقول لكم، شوفوا التكستور تاعها، شفتوا تجي هايله. كيما راكم تشوفوا جبت البلا وراه يبان الدجاج كيفاش راهو محمر ويشهي. نجيب المقص نحل الساشيات بلا ما نعوج الساشي هكذا باش هذيك لاصوص ما تطيحش في البلا باسكو مازال نحتاجوها. شوفوا لي هذاك الدجاج يا خواتاتي، شوفوا محمر ومجمر. وهاد الدجاج يحمر لك وجهك سورتو اذا عندك ضياف ولا عندك واش تزوخي سقسيوك كامل واش السر تاع البنه تاعو. ونروحو نحطو الدجاج تاعنا في طبق التقديم مع لا بيوري. في الاول نحطو كميه تاع لا بيوري كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نديرلو هاد العفسه بالمغرفه، يعني هذه طريقه المطاعم. نجيبو مورسو تاع الدجاج فوالا نحطوه، وفي هذيك الحفره اللي درناها بالمغرفه نديرو لاصوص كيما راكم تشوفوا ما زدت لها والو باسكو ديجا هي راهي بنه على بنه. كاين اللي يزيدوا لها الخل، انا ما نحبهاش حامضه بزاف، ديجا رانا درنا فيها الخل. كيما راكم تشوفوا جا الدجاج بزاف محمر وبزاف بنين، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. بون انا رافقته كيما راكم تشوفوا بلا بيوري، واللي ما حبتش لا بيوري تقدر دير الروز، يعني كاين بزاف وصفات تقدر ديرهم باغ اكزومبل الخضره سوتي. وهذه هي الوصفة اللي درناها اليوم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف، ما تنساوش تدعموني بجمال لا فيديو واشتراك في القناة وتعليق، تقدروا في هذا التعليق دوموندي وصفات حبيتوهم. بقاو على خير.